السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. يلا بينا نعمل مع بعض طبق بليلة يدفينا في الجو البرد دوت. هتجيبي نص كيلو او كيلو غلة بليلة على حسب عدد افراد الاسرة بتاعتك. هتغسليه كويس قوي، وبعد كده هتنقعيه في مية لمدة 10 دقايق. غلة البليلة ممكن تلاقيها عند العطار او عند بياع البقوليات والحبوب. هتجيبيه تقولي له عايزه نص كيلو او كيلو غله بليل، هتجيبها لك غله نظيفه متقشره وجاهزه ان انت تسويها على طول للبليل. انت بس هتغسليها كويس زي الرز كده وتغيري عليها الميه كام مره. بعد كده هتنقعيها في الميه بس 10 دقايق علشان تضمني ان هي نطفت معاكي وكويس. بعد كده هتصفي الميه بتاعتها خالص، وهتبداي بقى تحطيها في حله وتجيبي كمية مية تغطي بيها البليل. طبعا هي هتشرب المية وهتحتاجي تزودي لها مية تاني، بس في الاول انت هتغطيها كويس بالمية، وبعدين بعد كده تبداي تزودي المية شوية بشوية. هتحطيها على النار وهتستني عليها لغاية لما المية بتاعتها تغلي. بعد كده هتوطي عليها النار وتسيبيها براحتها لغاية ما تضغطي على الحباية بتاعتها تلاقيها استوت زي حباية الرز. هتبقى بالشكل دوت. هتكوني غالية لبن عندك ومجهزاه، هتبداي تضيفي عليها اللبن وهتضيفي عليها السكر على حسب رغبتك. في ناس بتحب الحاجة مسكرة وفي ناس بتحب السكر معقول. هتضيفي شوية سكر وتدوقيها بعد كده لما السكر يبوش. لو احتاجتي سكر تاني تزودي. طبعا هتستني لما اللبن بتاعك يغلي شوية والبليلة تكمل السوا بتاعها في اللبن عشان تديكي طعم حلو. لو انتي مش عايزة اللبن سايل ممكن تعملي معلقة نشا في شوية لبن، وبعد كده تضيفيها عليها في الاخر خالص قبل ما تطفي النار. لو انتي عايزاها كده باللبن سايل وتبقى تاكليها سخنة وتدفيكي، يبقى هتسيبيها زي ما انا بعملها كده. هتبوشي السكر بتاعك كويس وتدوقيها. طبعا هي مستوية في المية الاول، لكن احنا هنسيبها تغلي شوية في اللبن عشان تاخد طعم اللبن ويبقى طعمها حلو معاكي. قلبي فيها عشان اللبن بتاعك ما ينشفش تحت في الحلة. لغاية ما تكمل اللبن يغلي شوية وتلاقي الحباية طريت خالص استوت معاكي. هتطفي عليها النار وهتبداي بقى تغرفي عدد الاطباق اللي انت عايزاه، وهتسيبي الباقي في الحلة. لما تعوزي هتسخنيها تاني وتغرفي منها. ممكن تغرفيها في بولة زي ما انا حطيتها كده، وممكن تغرفيها في طبق شوربة، ممكن تحطيها في كوبايات او كاسات براحتك على حسب راحتك انت. طبعا طبق الشوربة ده بيحتفظ بالحرارة شوية فبيبقى كويس بصراحة في الشتاء، من اول معلقة لاخر معلقة في الطبق بتلاقيها لسه سخن. طريقة سهلة وبسيطة ما خدتش معاكي وقت ولا مجهود. ناس كتيرة بتشتريها من بره مبتعرفش طريقتها، وهي سهلة جدا. خلاص احنا خلصنا البليلة وغرفناها بالمنظر ده، وانا بوريكي لو اتغرفت هتبقى شكلها عامل ازاي. وبالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.